قبل اي حاجة احنا لازم نسأل نفسنا ونفكر المدمن ده مريض ولا مجرم. واللي خلاني اعمل الفيديو ده ان احنا امبارح قررنا نتفرج على مسلسل أزمة منتصف العمر اللي بيتعرض حلقاته على شاهد، ولحد دلوقتي احنا وصلنا للحلقة الرابعة ومستنيين بقية حلقاته تنزل. ونزلت الصبح بوست بقول فيه ان انا متعاطف مع سلمى، وطبعا التعليقات كان فيه شوية صغيرين موافقين وكتير جدا جدا معترضين. فقلت بقى لا بقى انا عايز اوضح وجهة نظري الشخصية في حتة سلمى دي. طبعا هحاول ما احرقش الاحداث بتاعه المسلسل، بس هنلاقي ان سلمى بتحاول توصل لعمر اللي هو كريم فهمي بكل الطرق علشان تعتذر ويسامحها، وهو بيطردها وما بيسمع لهاش. وبنعرف من الاحداث ان هو كان متجوزها وكانت حامل وسقطت بسبب ان هي بتشرب مخدرات، فبعت لها ورقه طلاقها في المستشفى. فبعيدا بقى عن المسلسل واحداثه اللي احنا لسه ما نعرفش اصلا اللي جايه ايه او هيحصل فيها ايه، بس تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي وناخد وندي بشكل ودي كده سوا ونحاول نقنع بعض. انا عن نفسي بشوف ان المدمن ده مريض ومحتاج لعلاج، وطبعا بجانب العلاج والمصحات محتاج اللي حواليه ان هم يساعدوه ان يعدي المرحله دي. فالدعم من الناس اللي حواليه مهم جدا جدا علشان يقدر يتعافى. وعلى فكره الموضوع مش سهل طبعا على اللي حواليه ومحتاج مجهود كبير وصبر ودعم رهيب. نرجع بقى للمسلسل، فهنلاقي ان عمر اللي هو كريم فهمي اتخلى عنها وهي في المستشفى وبعت لها ورقه طلاقها، بدل ما يقعد يتكلم معاها ويفهمها وجهه نظره ان هو مش قادر يكمل مثلا. وده المفروض اللي يحصل في كل العلاقات الطبيعيه، ما ينفعش حد يسيب حد من غير ما يقول له. سلمى لسه مدمنه وبتتعاطى، فهي مش ستيبل ان هي تستوعب اللي حصل او اللي بيحصل او اللي هيحصل، وان حب حياتها قرر انه يتخلى عنها، وعلشان كده لسه هي متعلقه بيه وبتجري وراه ولسه برضه مكمله في المخدرات. نبعد بقى عن المسلسل. من وجهة نظري ان كل بني ادم محتاج فرصة تانية، وان بيبقى في اسباب كتيرة بتخليه يتجه للطريق الغلط، والحل هنا ان احنا المفروض نشوف ايه الاسباب دي ونحاول نحلها. المدمنين مرضى محتاجين لعلاج، محتاجين لدعم، محتاجين انهم يتعالجوا علشان خاطر نفسهم الاول قبل اللي حواليهم. للاسف الشديد دلوقتي موضوع الادمان بقى منتشر جدا، وبيوت كتيرة بقى عندهم حد مدمن. وانا عن نفسي اعرف ناس دخلوا السكة دي، واعرف ناس ماتوا بسبب الموضوع ده، بس برضو اعرف ناس تانية اتعالجوا وبقوا احسن، وكمان بقوا يساعدوا المدمنين انهم يتعالجوا. وكل ده سببه ان حد ادالهم فرصه تانية، بجانب الدعاء ان ربنا يشفيهم ويعديهم المحنه دي، والدعاء لاهلهم وكل الناس اللي حواليهم ان ربنا يقويهم على اللي هم فيه. بتمنى ان كلنا نديلهم فرصه تانية ونحاول نساعدهم بدل ما بنزود الفجوه بيننا وبينهم، علشان يا عالم ممكن بكره مخبلنا ايه، ولو اتحط لنا مكانهم اكيد هنبقى محتاجين حد يدينا فرصه تانية. انا عملت الفيديو ده علشان لقيت تعليقات كتيره جدا بتهاجم شخصيه سلمى. انا مش بتكلم عن المسلسل بس، يعني انا بتكلم على الحته دي. طبعا احنا ما نعرفش الحلقات الجايه المسلسل هيبقى مخبلنا ايه، ممكن جدا تطلع سلمى دي مثلا تستاهل حاجات تانية كتير، بس انا بتكلم على حته الناس كتيره جدا مش متعاطفه كونها ان هي مدمنه مخدرات، فبالتالي شايفين ان هي مجرمه. والفكره كلها اللي انا بتكلم فيه ان في الاول وفي الاخر المدمن ده مريض محتاج لعلاج، محتاج لدعم نفسي، محتاج الناس تقف جنبه وتحاول تساعده انه يبقى بني ادم احسن. وانتم بقى رايكم ايه؟